اهلا وسهلا يا حبايبي، عاملين ايه؟ معنا مثل النهارده. مصري اصيل. المثل بيقول ايه؟ ضربني وبكى وسبقني واشتكى. والمثل ده مصري اصيل، من اشهر الامثال اللي بتوصف الظلم لما يكون من واحد ماكر وخبيث. مش بس يظلمك، كمان بيسبقك بالكلام ويقلب الترابيزة عليك. وطبعا بيتكلم عن الناس اللي بتعمل الغلط، ولما يتواجهوا يمثلوا دور الضحية قدام الناس، ووصلوا للناس صورة عكس الحقيقة. يعني يظلم ويبكي ويشتكي قبلك عشان يكسب عطف الناس ويبان هو المظلوم. والحكاية معانا النهاردة بتقول ايه؟ في قرية صغيرة كان في أخين بيشتغلوا مع بعض في الأرض. الأخ الكبير دايما بياخد حق أخوه من غير ما يقول ويظلمه في القسمة. وفي مرة الأخ الصغير وقف وقال لا، كفاية كده، حقي لازم أخده. لكن الكبير ضربه وراح جري على أهل البلد يشتكي وعيونه مليانة دموع. قال لهم أخويا اتغير وبقى بيطمع. وطبعا الناس صدقوا وظلموا الأخ الصغير. وبعد فترة ظهرت الحقيقة طبعا، والبلد كلها قالت ضربني وبكى وسبقني واشتكى. العبرة من المثل إنه يعلمنا مش كل اللي بيعيط مظلوم. ما تحكمش على اللي بيشتكي، اسمع من الطرفين. اللي بيظلم دايما بيحاول يلبس توب الضحية، لكن الحقيقة عمرها ما بتستخبى. وكده الحكاية خلصت يا حبايبي. كانت معاكم جدة ملك، واستنوني في مثل تاني، واكتبوا لي رأيكم ودوسوا لايك وفعلوا الجرس، واكتبوا لي المثل ده عندكم ولا له معنى تاني. سلام يا حبايبي.